المملكة المقدسة بلاد 100,000 ولي، بقلم الأستاذة فاتحة شاطر. وقبل المتابعة لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس. قلما تجد بلدا في العالم يحمل لقبا بهذا الثراء الرمزي، بلاد 100,000 ولي. هكذا ينعت المغرب منذ قرون طويلة، لا كمبالغة شعرية عابرة بل كوصف يحاول أن يختزل ظاهرة اجتماعية ودينية عميقة الجذور امتدت عبر كل جهات المملكة، من الشمال إلى الصحراء ومن السهول إلى قمم الأطلس. فأينما اتجهت في المغرب ستجد ضريحا أو زاوية أو قبة بيضاء صغيرة تطل من بعيد، تحمل اسم ولي صالح ترك أثرا في ذاكرة المكان. جغرافيا مليئة بالقباب، يصعب حصر عدد الأضرحة والممرات المنتشرة في التراب المغربي، لكن تقديرات عديدة تشير إلى أن عددها يتجاوز فعلا عشرات الآلاف، موزعة بين المدن الكبرى والقرى النائية والجبال المعزولة. بعض هذه الأضرحة اكتسب شهرة وطنية واسعة، مثل ضريح مولاي إدريس في مدينة مولاي إدريس زرهون، أو ضريح سيدي بوسعيد بالجديدة، أو زاوية الشيخ الكامل بوعزة بمراكش. وبعضها الآخر يبقى معروفا محليا فقط، لا يتجاوز صيته حدود الدوار أو القبيلة التي نشأ فيها، لكنه يحظى داخل نطاقه الضيق بتقديس عميق يتوارثه السكان جيلا بعد جيل. هذا الانتشار الكثيف ليس ظاهرة عشوائية، بل يعكس نسيجا اجتماعيا ودينيا متكاملا، حيث ارتبط كل ولي بمنطقة أو قبيلة أو مهنة أو حتى بظاهرة طبيعية معينة، فأصبح المزار جزءا من الهوية المحلية بقدر ما هو جزء من المعتقد الديني. التصوف كخيط ناظم. لفهم هذه الظاهرة لا بد من العودة إلى التصوف الذي شكل منذ قرون أحد أعمدة التدين الشعبي في المغرب. فمنذ وصول التصوف إلى البلاد وتجذره فيها، برزت شخصية دينية جمعت بين العلم الشرعي والسلوك الروحي، فاكتسبت في حياتها أو بعد وفاتها هالة من التقديس الشعبي. ومع مرور الوقت تحولت قبور هؤلاء العلماء والصالحين إلى مزارات يقصدها الناس للتبرك والدعاء، وأحيانا لطلب الشفاء أو حل المشكلات، في مزيج فريد بين التدين الرسمي والممارسات الشعبية. وقد لعبت الزوايا الصوفية الكبرى مثل الزاوية الناصرية والزاوية التيجانية والزاوية البوتشيشية دورا محوريا في هذا المشهد، إذ لم تكن مجرد أماكن للعبادة، بل شكلت أيضا شبكات اجتماعية واقتصادية وتعليمية ربطت مناطقا متباعدة من المغرب ببعضها البعض، وساهمت في نشر التعليم الديني وحل النزاعات القبلية والتوسط بين السلطة المركزية والمناطق النائية. أبعاد اجتماعية تتجاوز الدين. ما يميز ظاهرة الأولياء في المغرب أنها لم تبقى حبيسة الإطار الديني الصرف، بل امتدت لتصبح جزءا من النسيج الاجتماعي والثقافي بأكملها. فالمواسم السنوية التي تقام حول الأضرحة والمعروفة محليا بالموسم تتحول في كثير من المناطق إلى مناسبات جامعة يلتقي فيها أهل المنطقة، وتعقد فيها الأسواق الموسمية، وتقام الأنشطة الثقافية والفنية، وتحيا فيها روابط اجتماعية تتجاوز حدود القبيلة الواحدة. والأكثر لفتا للانتباه أن بعض هذه الأضرحة كانت ولا تزال في بعض المناطق نقطة التقاء بين أتباع ديانات مختلفة. فقد وثقت دراسات عديدة كيف كان اليهود المغاربة يشاركون المسلمين تبجيل بعض الأولياء وزيارة أضرحتهم، في تعبير حي عن تاريخ طويل من التعايش الديني الذي ميز المغرب عبر عصوره المختلفة. بين الإيمان الشعبي والنقاش الديني. لم تكن ظاهرة تقديس الأولياء بمنأى عن النقاش والجدل داخل الفكر الديني نفسها، فبينما يرى كثير من المتصوفة في هذه الممارسات تعبيرا عن محبة الصالحين والتماس بركتهم، ينتقد تيار آخر من العلماء بعض الممارسات الشعبية المرتبطة بالأضرحة، معتبرين أنها قد تنزلق أحيانا نحو مبالغات تتعارض مع صريح العقيدة، خصوصا حين يتحول التبرك إلى ما يشبه طلب الحاجات مباشرة من الولي بدل الله.
هذا النقاش القديم قدم التصوف نفسه لا يزال حاضرا في الأوساط الدينية المغربية حتى اليوم، دون أن يمس ذلك من حضور الظاهرة في الوجدان الشعبي. إرث حي يتجدد. رغم التحولات الاجتماعية الكبرى التي عرفها المغرب خلال العقود الأخيرة، من التحضر المتسارع إلى انتشار وسائل التواصل الحديثة، ظلت ثقافة الأولياء حاضرة بقوة، وإن تغيرت بعض أشكال التعبير عنها، فلا تزال المواسم تقام سنويا في مختلف المناطق، ولا تزال الأضرحة تستقطب الزوار من الداخل والخارج، بل إن بعضها أصبح اليوم مقصدا سياحيا وثقافيا يجذب الباحثين والمهتمين بالتراث الروحي المغربي من مختلف أنحاء العالم. وهكذا يبقى لقب بلاد 100,000 ولي أكثر من مجرد عبارة تقليدية متوارثة، إنه اختزال دقيق لهوية روحية متعددة الطبقات، تمزج بين الدين والتاريخ والجغرافيا والذاكرة الجماعية، وتجعل من كل ركن في المغرب حكاية قائمة بذاتها تنتظر من يرويها.